هيثم الجبوري قال كان موجود المالكي. شوف هيثم وما انسحب من هيثم انا اشوفه اسوأ رئيس لجنه ماليه مر على مجلس النواب العراقي منذ عام 2003 لحد الان. يعني حقيقه انا من خلال وجودي معه باللجنه الماليه اشوف الرجل غير مؤهل للجنه الماليه، يبحث عن مكاسب ومصالح. يعني الاثنين هسه الاداء والمصالح اثنيناتهم يعملن سوا. يعني اولا هو ضعيف الشخصيه، غير قادر على اداره اللجنه بشكل كامل، كذلك لديه اتفاقات وحوارات على حساب الفقراء وحساب الناس المساكين، حساب الطبقات الهشه، يقوم بتضليل الراي العام بكثير من الاراء غير الصحيحه. مرر هيثم الجبوري رئيس اللجنه الماليه يعني مثلا اخطر موضوعين اليوم اللي مرن بالموازنه قضيه مثلا زياده سعر الصرف او زياده المستحقات للمقاولين عن زياده سعر الصرف، شالها من مثل الموازنه، شوف الحيله وين، حولها بالجداول في وزاره التخطيط، ضاف المبلغ 300 مليار في وزاره التخطيط. إذا كان هو رئيس لجنة مالية ويبحث عن مصلحة عامة ويبحث عن هدف حقيقي لمعالجة فئة على حساب فئة أخرى، فعليه أن يخليها في متن الموازنة. يعني من اعترضت أنا وعلقت عضويتي كان بهذا السبب على هاي المادة. الغاية ليش يحطوها بالجداول مو حتى يخفوها على السادة النواب، يخفوها على الرأي العام، لكن الحمد لله تم كشفها بالآونة الأخيرة وكشفت بشكل كامل. يعني قضية هذه المبالغ 300 مليار اللي وضعت في الجداول، والجداول كما لاحظنا في الأخير بأنها مبين بأنها جداول متلاعب فيها التي ظهرت الآن وتم مصادقتها من قبل بعد المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية، وكذلك نشرت في جريدة الوقائع العراقية. عندما نشرت الجداول لاحظ بأن هذه الجداول كلها جداول غير مدروسه، جداول مبين عليها تلاعب. لا 300 مليار مال التخطيط اللي خلوها شلون يتلعبون بها؟ يعني هي مبوبه للمقاولين. لا هي شوف ال 300 مليار بدل ما اخليها في متن الموازنه ان تكون دفع للمقاولين عن زياده سعر الصرف، وهذا كان سبب اعتراضي انا. وانا كان ممثل انا ممثل دوله القلم في اللجنه الماليه. كانت 500 مليار؟ كانت 500 مليار، خفضوها 300 مليار ورفعوها من متن الموازنه وضعوها وين؟ في الجداول، وخاصه في تخصيصات وزاره التخطيط. من ضمن تخصيصات وزاره التخطيط وضع قضيه تعويض المقاولين عن ارتفاع اسعار الصرف. زين هال 300 مليار ليش ما اروح اعالج بها الطبقات الهشه؟ ليش ما اروح اعالج بها المحافظات المدمره؟ تعرف 300 مليار تنقذ محافظه بالكامل. لا خطيها الذيقار يعني الذيقار اليوم الذيقار يرفعون 300 مليار من صندوق الاعمار من عدها ومستحقاتها وينطيها للمقاولين اللي احنا اليوم ما عندنا مقاول مؤهل.